من طبيعة الأمور أن يكون للدولة جهازها الأمني الخاص، جهاز يناط به السهر على حماية الوطن والمواطن ضد الأعداء والمتربصين، لكن أن يتحول هذا الجهاز إلى أداة ضد الإخوة وذوي القربى لا لشيء سوى تشويه السمعة وبث الإشاعات والفرقة والأكاذيب، فهذا ما لم تشهده أي دولة حتى الآن. بدأت القصة قبل عدة سنوات حينما رصدت أجهزة الأمن الإماراتية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لدولة الإمارات ورموزها، حسابات كان من الواضح أنها تتبع أرقاما هاتفية إماراتية ويؤكد مستخدموها أنهم إماراتيون. لم يكن الأمر فقط خارجا عن المألوف، بل وصعب التصديق، إذ من غير المعقول القبول بفكرة أن مواطنا إماراتيا يمكن أن يستخدم رسوما مسيئة وتعبيرات بذيئة بحق بلاده وقيادته. لذا بدأت أجهزة الأمن بتعقب هذه الحسابات، وخاصة حسابا يدعى بوعسكور، وبعد فترة من المراقبة اكتشفت أن الرسائل المسيئة تأتي من قطر، وقامت برصد القادمين من هذه الدولة حتى تمكنت أخيرا من وضع يدها على شخص اكتشفت لاحقا أنه أحد عناصر جهاز أمن الدولة القطري، أي المخابرات. اسمي محمد علي الحمادي، عمري 33، قطري، أعمل بجهاز أمن الدولة برتبة ملازم ثاني في سكرتارية سعادة رئيس الجهاز. التحقت سكرتارية رئيس الجهاز شهر 12 2013. رافقت سعادة الرئيس في سفراته للعمل، وأنا طبيعة عملي هو المرافق له خارج الدوام، بالإضافة للأشياء الشخصية أقوم بإنجازها اللي يطلب مني، أو أشياء بيته تكون الخاصة في الأمور الخاصة. قبل لا أنتقل لسعادة الرئيس كنت أعمل مع المقدم جاسم محمد عبد الله رستم، مساعد رئيس الجهاز لشؤون العمليات. منذ عدة أعوام أنشأ جهاز أمن الدولة القطري ما تسمى بالإدارة الرقمية لرصد كل ما يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حسابات وهمية على تويتر وإنستغرام بأسماء وهمية. كان الهدف من هذه الحسابات استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة والإيحاء بوجود تذمر في صفوف المواطنين. في تاريخ 15/9 اتصل بي المقدم جاسم وطلب مني ان انا احضر المكتب الساعة 10 الصبح. جيت تقريبا على الساعة 12 او 12 ونص، اعطاني مبلغ 25,000 ريال قطري منك رياض جهاز. كانت المهمة تتلخص في التوجه برا إلى دولة الإمارات لشراء 5 شرائح هاتفية وتعبئتها برصيد 5,000 درهم لكل شريحة لاستخدامها دوليا. سألت عن السبب، قال لي عشان يكون هو في رومينج وانترناشنال واليوتيوب راح تكون دقيقة ب55. استغربت من السبب وما كان عندي أي علم بتعبئة الأرقام هذه لهذه المبالغ الكبيرة. حاولت أسأله عن السبب مرة ثانية، قال لي نفذ ولا تناقش. غادر الملازم حمد الدوحة بسيارته متوجها إلى معبر أبو سمرة القطري، ومنه إلى معبر سلوى السعودي على الحدود بين البلدين. يوم أني تحركت من الدوحة دخلت مركز سلوى تقريبا الساعة 5 المغرب أو الساعة 6 عن طريق مركز سلوى الحدودي. اشتريت 5 بطاقات سعودية، وكانت هي مفعلة فيها خدمات الانترنت والأمور كلها الباقات الثانية. بعد دخوله الأراضي السعودية توجه حمد على الفور باتجاه معبر الغويفات الإماراتي ليصله مساء اليوم نفسه. دخلت مركز الغويفات بسيارة تويوتا FG أسود رقم 355523 ملك أخوي محمد علي الحمادي، وسويت تأمين 100 درهم.
بعد إنهاء معاملة الدخول والتأمين على السيارة، توجه الملازم حمد إلى إحدى البقالات القريبة وابتاع بسهولة 5 شرائح هاتفية إماراتية من دون أن يطلب منه البائع تقديم صورة عن هويته. كما ابتاع 4 أجهزة هاتفية واستخدم أيضا هاتفه الشخصي لوضع الشرائح فيها، وقضى عدة ساعات وهو يقوم بشحن كل منها برصيد 5000 درهم باستخدام بطاقات الشحن. طلب مني المقدم جاسم أن تتم تعبئة هذه الأرقام الإماراتية داخل شبكة الإمارات لكي تتم تعبئتها، لأن برا شبكة الإمارات ما راح تتعبى. فبالفعل الهنود أعطوني 4 تلفونات، حطوا الكروت، عبوها، ما كانت متواجدة، عبوها عن طريق الرصيد الإلكتروني وعبوها عن طريق الكرت اليدوي. فتم تعبئة ال5 أرقام قيمة 25,000 درهم إماراتي. بعد ذلك نزعت الكروت من التلفونات وأخذت الكروت مع التلفونات ومشيت. وفي اليوم التالي أي 16 من سبتمبر 2013 استقل الملازم حمد سيارته وعاد إلى معبر الغويفات الإماراتي، ومنه إلى معبري سلوى وأبو سمرة، وأخيرا العاصمة القطرية الدوحة. وأنا في الطريق كلمت جاسم وقلت له أنا أخذت الأغراض اللي أنت كلفتني فيها من غير ما يكون عندي علم بالأمور هذه أبدا. فهو كان موجود في العمل، فلما رحت العمل كان هو طالع من العمل وتوعدت مع عوضة الأغراض، وقلت له أنا دفعت 1200 شرائي الكروت السعودية والبترول والتأمين. توجه الملازم حمد إلى مقر جهاز أمن الدولة حيث قام بتسليم الشرائح ال5. كان حمد خميس الكبيسي النقيب مدير الإدارة الرقمية كان متواجد، وجاسم سلم الخطوط حق حمد خميس الكبيسي مدير الإدارة الرقمية في جهاز أمن الدولة سابقا. نقيب حمد خميس الكبيسي عهد بها إلى الملازم راشد عبد الله المري والملازم عامر محمد لاستخدام الأرقام الإماراتية لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام. من أشهر المواقع الوهمية التي أشرف عليها جهاز أمن الدولة القطري موقع بوعسكور، الذي كان ينشر إشاعات وأكاذيب وهمية عن الإمارات باستخدام ألفاظ وكلمات أثارت استغراب الجميع بسبب بذاءتها. الإدارة الرقمية هي من قامت بإنشاء حساب بوعسكور وحساب قناص الشمال والحسابات الأخرى اللي تسيء لدولة الإمارات واستخدامها لمهاجمة دولة الإمارات ورموز دولة الإمارات، والمغفور له الشيخ زايد الله يرحمه والشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد والشيخ عبد الله بن زايد والشيخ هزاع، بالإضافة إلى الفريق ضاحي خلفان. صار الهجوم من خلال الصور المسيئة اللي كانت تنحط في الانستغرام. وأعتقد أن الكروت السعودية تم استخدامها للإساءة بالسعودية. بعد إلقاء القبض عليه تمت إدانة الملازم حمد الحمادي من قبل محكمة أمن الدولة عام 2015، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات. كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد على 4 آخرين من منسوبي جهاز أمن الدولة القطري، المقدم جاسم محمد عبد الله مساعد رئيس جهاز أمن الدولة للعمليات، النقيب حمد خميس الكبيسي مدير الإدارة الرقمية بجهاز أمن الدولة، الملازم أول بجهاز أمن الدولة راشد عبد الله المري، الملازم أول بجهاز أمن الدولة عامر محمد. لكن ومن أجل تهدئة النفوس وحفاظا على أواصر القربى وحسن الجوار، أصدر رئيس دولة الإمارات لاحقا قرارا بالعفو عن الملازم حمد الحمادي. لا تشكل هذه القضية أي الإساءة لرموز دولة الإمارات من قبل أجهزة الأمن القطرية سوى واحدة من قضايا عديدة حاولت فيها الدولة القطرية النيل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وغيرها من الدول العربية.
فهي ليست سوى قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته ما يخفي من مؤامرات.